نبقى مع عالم المسرح. واحتضنت دار الثقافة تاخي عبد الله بن كريو بولاية الغواط العرض الشرفي الأول لمسرحية العباس للمخرج شوقي بوزيد، وبمشاركة قامات من المسرحيين الذين أبدعوا على الركح، وبحضور عدد كبير من الجمهور المتعطش للمسرح في ظل الغلق المبهم الذي طال المسرح الجهوي لولاية الغواط ودفع بهم للعب على خشبة دار الثقافة، فيما يطالب جمع من المسرحيين بضرورة التدخل العاجل من أجل فتح هذا الصرح الثقافي الذي دشن من قبل 3 وزراء الذين تعاقبوا على القطاع. مصطفى بن مسعود رصد التالي. عرض العباس كما شفتوه صورة جميلة متكونة من مشاهد خيالية واقعية، انتقال من مرحلة الواقعية للانتقال للمرحلة الخيالية جد جميل. وإن شاء الله عندنا موعد في التورني إن شاء الله اللي جاي بتاع الوزارة عندنا في الجزائر إن شاء الله. قلنا عرض اليوم عرض مسرحية العباس واللي هو ضمن عروض الستينية اللي هو برنامج رئيس الجمهورية. فات عرض رائع جدا واللي أروع كان جمهور ولاية أغواط الذي دائما كان يشرفنا بحضوره. كان العرض جد مميز، عرض العباس أو آل العباس الذي يقص قصص 4 شهداء من الأورث الأشم، وكانت التمحور تاع القصة حول شابين يعملان في مسرح، وما نقدرش نقول لك النظرة الإخراجية أنه ننتقلوا من عالم إلى عالم. هو أول عرض محترف لتياتر الأغواط، نتمنى أنه نال إعجاب